أسعد الله مساءكم أخواتي الكريمات، مرحبا بالجميع، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواتي الكريمات في قناتي الجديدة، قناة طبخ فنون. إن شاء الله تلقاو فيها كل ما هو مفيد وجديد إن شاء الله. قبل ما نبداو نصليو على النبي عليه الصلاة والسلام وبسم الله. عندنا اليوم مشرملة تاع كبدة تاع الخروف العيد. درتها بواحد الطريقة ما شاء الله تشبه بزاف طريقة تاع العراس. تحبوا تحكموا حوالي 250 غرام تاع الكبدة تاعكم، تقطعوها مرصوات صغيرين، مربعات صغيرة، باش يعني يطيب لكم مليح. ديروا فيها يعني بعد ما تغسلوها وتنشفوها ديروا لها مغرفة تاع فرينة، يعني باش تنشف معاكم وباش يعني هي اصلا كل ما ديرولهاش الفرينه راح تلصق لكم في الاناء اللي راح نطيبوا فيه في المقله ولا واش راح نطيبوا، يسمى لازم نديروها الفرينه. كي نشوفوا تحركوا مليح الفرينه باش كل مكعب من المكعبات تاع الكبده تاعكم يتغطى بالفرينه، ومن بعد راح نجيبوا المقله. تبعوا معايا برك البنات حتى الاخر وديروا جيم تاعكم، ديروا يعني البصمه، ديروا تعليق محفز، بارطاجيو. على الاقل هذه القناه هذه تدي حظها خير من القناه الاخرى. يعني راني مزلت يعني محافظه على قناتي، مستحيل نبيع قناتي البنات، يعني لانها جهد تاع سنوات. يعني فهمتوا البنات، ماشي تقولوا دارت قناه جديده لانها راح تبيع ولا باعت. انا راكم تبقاو دائما معايا وراح تلقاو القناه الاخرى، وهذه اكيد معنيه خدموا بالموازاه. فقط لان القناه الاولى ما داتش حظها حبيت يعني نجرب حظي مع القناه هذه. ان شاء الله يا ربي تلقى حظ وافر يعني، وحظ انجح من القناه الاخرى. وهذا طبعا بالتعاون تاعكم، بالوقفه تاعكم معايا ان شاء الله يا ربي، وتكونوا يعني مشكورين جزيلا على الوقفه تاعكم اخواتي الكريمات. هنا قلت لكم بعد ما نحط هنايا كميه تاع زيت، حوالي 3 ملاعق زيت في مقله. نفرغ هذيك الكبده اللي قلت لكم غطيتها بالفرينه كامل، نحرك مليح، نقص للنار باش طيب لي يعني كامل كيف كيف. ما ديروش نار قويه لان الكبده يعني شتوها سريعه يعني طيب ثم طيب ما فيهاش الروح. تخلطوا مليح هكذا حتى تبدا يعني كامل تتغطى هذيك المكعبات تاع الكبده، تتغطى مليح وتدي يعني ينكوش هكذا من الفرينه والزيت. فهمتوا البنات؟ من بعد راح نطيبوها ونضيفوا لها المكونات الاخرى. ابقوا تبعوا اكيد راح تجيكم بنينه روعه. دوكا في النهايه نظن يعني راكم شفتوا في البدايه كيفاش جات، في النهايه دوك تشوفوا كيفاش يعني نتحصلوا على طبق تاع مشرمله قمه في البنه، ناجح 100%. جربوها البنات مش راحين تندموا عليها. نحرك مليح هكذا حوالي يعني هي مدة الطهي تاعها حوالي ربع ساعة، يعني من البداية حتى للنهاية، ما تديش يعني مدة طويلة هكذا. راح نضيف لها هنايا، شوفوا البنات، هنا راح ندير لها شويه تاع ليمون. تعرفوا بلي الكبده تقهم، يعني هي يعني تقهم من طبيعتها، يسمى باش نقدروا ناكلوا منها كميه كبيره وما توجعناش والاخر ما تقهمناش. نديروا لها هذا الليمون هذا، حوالي نعصرت حبه قارص يعني وصفيتها، هذاك الجو تاعها درته هنايا جات ما شاء الله. هنايا درتها تشوفوا الكمون هنا في هذه الوصفه ضروري جدا. درت هنايا شويه تاع كمون، وعندي انا حاطه خدمت لاصوص طوماط يعني حطيتها في الثلاجه نستعملها وقت الحاجه. هنايا بعد ما حسيتها باللي طابت حوالي هنايا 80%، راح درت لها الملح ما درتوش في الاول باش ما تخرجش يعني السوائل تاعها، يعني هذيك العصاره تاعها. هنا ملحت، وما ننساش بلي لاصوص طوماط تاعي ثاني مالحه، يعني مش راح نكثر الملح. من بعد ضفت لها قلت لكم حوالي 3 ملاعق تاع لاصوص طوماط، يعني خدمتها وحطيتها في الثلاجه. وكل ما تكونش عندك ترحي حبه طماطم وترحي معها يعني سنه ثوم وتبليها وطيبي فيها هذه لاصوص تاعك، طيبي فيها الكبده هذه تاعك. انا قلت لاصوص مادام راهي واجده نستغل الفرصه، درت حوالي 3 ملاعق. تجي يعني قد يعني بهذه الكميه هذه 3 ملاعق كبار كما راكم تشوفوا. نخليها ثاني طيب في غرضها، نقص برك للنار ونبقى نتبع فيها حتى نحسها باللي طابت. يعني هي قلت راهي سريعه يعني طيب. شوفوا هنا زدت لها حوالي فنجان تاع ماء، برك حوالي فنجان تاع ماء ولا كاس تاي، هذاك هو نفس المقدار. هنا نخلط مليح البنات هكذا، على بالك اذا رايحين نغمسوها على هذا السبه اللي لازم نديروا فيها هذيك لاصوص. مادام راهي تاع تغماس لازم نشوفوا كي تلقاو الزيت هنا طلع في الاخر، يعني دير هذيك العيون تاع الزيت
خلاص عرفوها بلي طابت، نطفيو عليها ورايحين نقدموها في صحن تقديم. تبعوا برك معايا البنات، تشوفوا ما شاء الله بنة، ويعني ريحتها ما شاء الله هايله هايله. جربوها بطريقتي البنات، راحين اكيد تعجبكم. وكتبوا لي في التعليقات لكان يعني كي جربتوها عجبتكم ولا لا. المهم هنايا بعد ما خلاص نديروا لها شويه نتاع دبشه، والله اللي عندها معدنوس تحط معدنوس، تحب تعصر عليها شويه قارص. انا يعني الكميه اللي درتها كافيه، جات ما شاء الله مع مطلوع. الثاني درت غدا مطلوع البنات. هنا دوك تشوفوا كيفاش نغمس وتجي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله روعه يا البنات. والله العظيم ديروها بطريقتي راح تعجبكم اكيد. نتلاقاو في فيديو جديد، وصفه جديده. ما تنساوش التفاعل تاعكم، ما تنساوش يعني تبارطاجي، وما تنساوش تعرفوا قناتي على احبابكم. قولهم بلي راهي كاينه قناه جديده اسمها الطبخ فنون نتاع الاخت اماني. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.